السلام عليكم. أطيب تحية إلى كل الأخوات والأخوة أحبابي من مشجعي النادي الملكي ريال مدريد. هلا مدريد. قبل ساعات للأسف تعادل نادينا ريال مدريد مع نادي أوساسونا ضمن منافسات الدوري الإسباني، وكانت النتيجة 1-1. المدرب أنشيلوتي يتحمل مسؤولية التعادل. أنا سبق أن ذكرت في فيديو سابق قبل عامين تقريبا أن من الضروري على المدرب أن يكرر توصية لاعبيه على عدم الاعتراض على قرارات الحكم، لأن الاعتراض سوف يسبب حالة توتر عند الحكم، والحكم هو إنسان عادي من الممكن أن يتجاوز ضد الفريق الذي يعترض عليه وينحاز ضده، وهنا يبدأ الحكم يتخيل ردود فعل من اللاعبين لم تحدث أساسا، لأنه بدون شك لا يحب أن ينتقص أحد من كفاءته بالتحكيم أمام آلاف من الجماهير الغاضبة. وهنا يعاني ريال مدريد من الإنذارات ومن الطرد، ويترتب على ذلك خسارة نقاط مهمة في الدوري الإسباني تتسبب بتعثر الريال بمسيرته. والكارثة الأكبر عندما نرى أنشيلوتي يحصل على كارت إنذار من الحكم. على أنشيلوتي الامتناع عن الاعتراض على قرارات الحكم والتأكيد على لاعبي ريال مدريد عدم الاعتراض، لأن الحكم خط أحمر وغالبا ينتقم من الفريق. جود بيلينغهام لاعب الريال قال فك أوف للحكم، وكان يقصد انهي الكلام، لكن حكم المباراة سمعها فك يو بمعنى شتيمة طعن بالشرف. والحقيقة حتى عبارة فك أوف هي عبارة إهانة للحكم قالها جود بسبب غضبه، والحقيقة أن هذا التصرف تقصير من اللاعب والمدرب وحتى الهيئة الإدارية كذلك للنادي. على الهيئة الإدارية وحتى الحكم التأكيد على اللاعبين يجب مراعاة عدم إثارة الحكم بالاعتراض على قراراته، لأنه يشعر بالانتقاص من قيمته أو الازدراء من قبل اللاعبين أو المدرب أو حتى الجمهور، وغالبا يتخذ مجموعة قرارات غير صائبة قد تسبب تغيير مسار المباراة ضد مصلحة الفريق. وهنا بالواقع سببه أن عدد من اللاعبين يمرون بالمرحلة الحرجة من الدورات البيولوجية، وأنا أؤكد بأن نظريتي مزامنة الدورات البيولوجية تخفف بشكل واضح من التوتر النفسي عند اللاعبين وكذلك المدرب. جود بيلينغهام مهدد بالإيقاف 12 مباراة إذا ثبت عليه دليل إهانته للحكم. أما اعتذار بيلينغهام لزملائه بعد المباراة فلا قيمة له، لأنه كان من المفروض عدم الاستهانة بالحكم أساسا، لأنه غير مجرى المباراة لصالح الخصم. نقطة راس سطر.